السوريين، الرسالة دي ليكم، ربنا يعلم أنا بحبكم قد إيه. فيكم كمية قبول غير طبيعية، سبحان الله. بتنجحوا في أي مكان بتروحوا فيه. يعني جيتوا على مصر نجحتوا فيها عشان عندكم ضمير، أمنا، أكلكم حلو، ناجحين في كل حاجة، ناس محترمة. فعشان كده نجحتوا في مصر ونجحتوا في أي حتة على فكرة. والشعب المصري سبحان الله بيحبكم جدا. وعلى فكرة الشعب المصري حلاوته إن هو بيحب أي حد جاي عليه. والله مش هتلاقي الكلام ده في أي حتة في الدنيا، والله إلا في الشعب المصري بجد. شوف أنا عايش في أمريكا أهو، لكن بجد الشعب المصري أحسن حاجة فيه بيحب أي حد جاي عليه. وأنتوا لما جيتوا عليه يعني بص أكننا إخوات بالظبط. والله 95% من الشعب المصري بيحب السوريين بطريقة غير طبيعية. والله 95%، والنسبة دي مش هتلاقيها في أي حتة في العالم. في 5% دول بقى يعني دول تعبانين نفسيا. هتلاقي مثلا عيل عجل مثلا خش على مطعم مثلا سوري قال لك الاكل وحش وبتاع، دوت ناقص. مثلا هتلاقي ست واكله شيبشب مثلا خشت برضك على مطعم قالت لك الاكل وحش، دي برضك ست ناقصه. لكن 95% بيحبوكم. وسبحان الله 80% من الشعب المصري بيكرهوا بعض لكن بيحبوا اللي جاي عليهم. والله دي حلاوه الشعب المصري والله العظيم بجد يعني. فان شاء الله ربنا يكرمكم، ولما ترجعوا سوريا ان شاء الله وتبنوها باذن الله، المصريين برضك هيبنوها معاكم وترجعوا مصر تاني، والمصريين يروحوا هناك، واحنا اخوات باذن الله. وربنا يكرمكم ان شاء الله ويوفقكم باذن الله. وبحبكم جدا جدا جدا. وهوبا ادي يا عم السلام عليكم.